السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود موسى ودي قناة The AI Nest. كويس انك لسه معايا لحد دلوقتي. انا قلت ده انت زهقت مني ومن الرغي كتير اللي فات. في الدرس ده اخيرا هنكتب كود بلغة البايثون. انا مش مصدق اننا هنبدأ اخيرا. بعد ما تفتح موقع ريبلت وتعمل لوجين باكونت الجيميل بتاعك، هنعمل كرييت نيو ريبل من هنا او من هنا، وبعدين هنختار اللغة، ومن غير ما نفكر هتبقى لغة بايثون. وهنا في التايتل هنختار عنوان الريبل اللي احنا هنعمله. الريبل ده انا عايزك تعتبره كأنه مشروع او برنامج، فانت ممكن تعمل برامج كتير جدا، فالاسم ده ما تفكرش فيه كتير. انت هتعمل اي اسم دلوقتي وممكن تغيره بعدين. انا مثلا هسميه our first python program، وبعدين هنضغط create rebel. بعد ما تحمل الصفحة دي معانا، انا عارف ان الموضوع شكله صعب ويخض، انا مش عايزك تتخض خالص، الموضوع سهل جدا وهنشرحه بالتفصيل. معنى ان الصفحة دي فتحت وحملت معانا ان احنا توصلنا بسيرفر من سيرفرات موقع ريبولت. السيرفر ده عبارة عن جهاز كمبيوتر بس موجود في دولة تانية، ممكن يكون امريكا، كندا، اي دولة مش هتفرق. السيرفر دوت بيتوصل بيه ناس كتير، مش انت بس، ممكن اكون انا وانت و100 تانيين على نفس السيرفر. السيرفر ده الموارد بتاعته بتتقسم على كل الناس المتوصلين بيه، كل واحد بياخد جزء من السي بي يو وجزء من الرام وجزء من الاستورج. ممكن تتابع الاستهلاك بتاعك من هنا. السي بي يو عندنا 2.5 تقريبا في المية، الرام عندنا رام 1 جيجا احنا مستهلكين منها 94، الاستورج عندنا 1 جيجا برضو احنا مستعملين منه 84 ميجا بايت. هنقفل تاني الجزء بتاع الريسورسز. انا دلوقتي مش عايزك تركز الا على جزئين بس، الجزء اللي في النص دوت والجزء اللي على اليمين. الجزء اللي في النص ده اللي هنكتب فيه الكود بتاعنا كله هيتكتب هنا. الجزء اللي على اليمين ده الكونسول دوت اللي هيظهر فيه الاوتبوت بتاع الكود بتاعنا. انا عايزك تفترض ان احنا بنكلم الكمبيوتر هنا والكمبيوتر بيرد علينا هنا. احنا لازم لما نكتب كود هنا ونشغله لازم يكون فيه فيدباك. انت متخيل عظمة الموقع ده؟ انت متوصل بكمبيوتر تاني في المتصفح بتاعك وقادر تكتب بايثون وتشغل الكود بتاعك بدون ما تستهلك اي موارد على جهازك ولا تنزل اي تطبيق، وكل ده فري من غير ما تدفع اي جنيه. عشان كده انا اخترت الموقع ده عشان نبدأ بيه. احنا في الاول لازم نركز بس على تعليم اللغة ونسيب بيئة العمل الاحترافية اللي هنعملها بعدين ان شاء الله. تعالوا بقى نشرح الصفحة دي بالتفصيل عشان تعرف احنا هنعمل ايه هنا بالظبط. في الجزء اللي على الشمال ده احنا عندنا ملف اسمه main.py. ده الامتداد بتاع لغة بايثون. اي ملف بينتهي ب.py تعرف ان ده ملف بايثون مكتوب جواه كود بايثون. احنا عندنا ملف واحد دلوقتي، ممكن نضيف ملف تاني من هنا، وممكن نضيف فولدر ونحط جواه ملفات كتير بلغة بايثون عادي من هنا. احنا ممكن البرنامج بتاعنا يكون مكون من كذا ملف وكذا فولدر، بس احنا في الاول مش هنستخدم الا فايل واحد اسمه main.py، هو ده اللي هنكتب جواه الكود، مش هنستخدم اي ملف تاني. الجزء اللي في النص دوت ده الجزء بتاع كتابة الكود بتاعنا كله هيتكتب هنا، وبعد كده هنضغط ران. الكمبيوتر هيرد علينا في الكونسول، هنشوف الاوتبوت بتاع الكود بتاعنا في الكونسول هنا. انا هعمل زوم ان عشان كلنا نبقى شايفين اي حاجة بتتكتب. دلوقتي الجزء اللي على الشمال دوت احنا مش عايزينه في حاجة، فانا هقفله برضو عشان نركز في الجزئين اللي احنا اتكلمنا فيهم بس. هنقفله من هنا. دلوقتي عندنا الصفحة مقسومة اتنين، الجزء اللي هنكتب فيه الكود والجزء بتاع الكونسول اللي هنشوف فيه الاوتبوت. انا عايزك تفكر في الموضوع كأنك بالظبط بتكلم الكمبيوتر. هنا هنكلم الكمبيوتر بلغة بايثون، الكمبيوتر هيرد علينا في الجزء بتاع الكونسول. اول امر هنتعلمه بلغة بايثون هو امر print ده بيطبع اي كلمة احنا بنقولها له في الكونسول. هضغط في الجزء بتاع كتابة الكود وهكتب print. لازم الحروف تكون كلها سمول، ما ينفعش نكتب حرف كابيتال في الاول، هنكتب الكلمة كلها سمول. بعد ما هتكتب كلمة print هتلاحظ ان انت في حاجات كده اتفتحت لك، مالكش دعوة بالحاجات دي دلوقتي، هنعرف هي بتاعت ايه بعد كده، بس هي زي حاجات مساعدة ليك وانت بتكتب الكود، هنعرفها بعدين ان شاء الله، ما تركزش معاها دلوقتي وتجاهلها خالص. يعني انا هضغط تاني بعد كلمة print عشان الحاجات اللي ظهرت دي تختفي. بعد print هنفتح قوس من غير مسافة ومن غير اي حاجة. بعد ما هنفتح القوس هتلاقي ان القوس التاني اتكتب اوتوماتيك. انا ما كتبتش القوس التاني، انا مجرد ما كتبت قوس واحد القوس التاني اتقفل لوحده، ودي حاجة مفيدة جدا في الموقع عشان بتساعدنا ان احنا نكتب الكود وما ندوس على زراير كتير. احنا مجرد ما نفتح القوس هنلاقي القوس بتاعنا اتقفل، لان الطبيعي ان اي قوس بيتفتح لازم ان هو يتقفل، مفيش حاجة اسمها تفتح قوس واحد وما يتقفلش القوس دوت في البرمجة. واحنا واقفين دلوقتي بالمؤشر بين القوسين هنعمل كوتيشن ماركس. كوتيشن ماركس دول زي علامات الاقتباس
الاقتباس بتاع اللغه العربيه، وفي سنجل كوتيشن ماركس وفي دبل كوتيشن ماركس. انا بكتب كوتيشن مارك واحده بس، ما بكتبش اتنين. برضه هتلاحظ ان الكوتيشن مارك التاني بيتكتب لوحده اوتوماتيك من غير اي تدخل مني. وهتلاحظ برضه ان في حاجه فتحت ملناش دعوه بيها، ما تركزش معاها، دي حاجات مساعده لينا هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله. انا عموما بفضل استخدم السنجل كوتيشن مارك. السنجل كوتيشن ماركس دول بيعتبروا زي الدبل كوتيشن ماركس، مفيش اي فرق، الاتنين واحد بالنسبه للغه. سواء انت عايز تستخدم السنجل او الدبل مفيش اي مشكله، الاتنين هيتعاملوا معامله واحده والاتنين هيأدوا نفس الوظيفه. دلوقتي انا عايز كل واحد يكتب ما بين الكوتيشن ماركس دول يكتب اسمه. انا مثلا هكتب محمود، بعد ما كتبت كلمه برنت وبعد كده فتحت قوس وعملت كوتيشن مارك وكتبت الاسم ما بين الكوتيشن ماركس. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هضغط ران. عايزك تلاحظ معايا في الكونسول ان الاسم اتكتب. اي حاجه هنكتبها جوه القوسين بتوع كلمه برنت بين الكوتيشن ماركس هتظهر عندنا في الكونسول. فاحنا ممكن نغير دلوقتي ونكتب حاجه تانية، مثلا هلو وورلد. انا عايزك تجرب كذا كلمه، كل كلمه تكتبها بين الكوتيشن ماركس، اوعى تنسى وما تعملش الكوتيشن ماركس. يعني انا لو نسيتهم ولغيت الكوتيشن ماركس كده وعملت ران ظهر لنا ايرور. الايرور ده معناه ان الكمبيوتر مش فاهم يعني ايه كلمه هلو، مش فاهم يعني ايه وورلد. كل الكلام ده الكمبيوتر مش فاهمه. الكمبيوتر لما بتحط له الكلمه بين كوتيشن ماركس بيعرف ان هو تكست عادي، ما بيحاولش ان هو يفهمه، بيطبع التكست زي ما هو بالظبط. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل اول برنامج لينا، والبرنامج الاول دوت احنا عايزين الكمبيوتر يسأل المستخدم عن اسمه، مش عايزين ان احنا نخليه يطبع اسمنا. عايزين الكمبيوتر يسأل المستخدم عن اسمه، وبعد ما يسأل المستخدم عن اسمه ياخد الاسم ده ويطبعه في الكونسول. فاحنا هنتعلم امر تاني غير برنت اسمه input. احنا هنمسح برنت هلو وورلد وهنكتب input. ما تنساش برضو ان الكلمة كلها سمول وبعدها قوسين، وبعد القوسين دول هتعمل كوتيشن ماركس برضو نفس برنت بالظبط. الفرق ان احنا مسحنا كلمة برنت وكتبنا input. بعدين جوه input هنكتب السؤال اللي احنا عايزين الكمبيوتر يسأله للمستخدم. انا مثلا هكتب what is your name. لو انت ضغطت ران هتلاحظ في الكونسول ان الكمبيوتر طبع السؤال اللي انت كتبته، وفي نفس الوقت فيه المؤشر بتاع الكتابة. انا لو ضغطت في الكونسول وكتبت اي حاجة هتلاحظ ان اللي انا بكتبه بيظهر قدامك في الكونسول. بعد كده انا هكتب اسمي لان الكمبيوتر بيسأل what is your name. انا هكتب محمود. خلاص كده البرنامج بتاعنا خلص وبدأ سطر جديد. في حاجة انا عايزك تلاحظها، ان كلمة ران ديت ما بتبقاش موجودة على طول. لما يكون البرنامج لسه شغال بتكون الكلمة دي مكتوب ستوب مش ران. يعني انا لو ضغطت ران الكمبيوتر طبع السؤال وموجود كلمة ستوب، معناها ان البرنامج دلوقتي شغال، ما ينفعش اعمل ران تاني، لازم بعد ما البرنامج يخلص ان انا اعمل ران من الاول. فهو دلوقتي متعلق مستنيني اكتب اسمي. انا مثلا هكتب محمود. لاحظ بعد ما اكتب محمود واضغط انتر البرنامج بيخلص كده، جالي كلمة ران تاني، ومعناها ان انا لو ضغطت عليها البرنامج هيبدأ من الاول. بس الاسم اللي الكمبيوتر خده مني دوت راح فين بالظبط؟ احنا ما قلناش للكمبيوتر ان هو يحتفظ بالاسم، هو مجرد ان هو سأل عن الاسم بس، وانا اديته الاسم بس ما احتفظش بيه. دلوقتي احنا عايزين الكمبيوتر يحتفظ بالاسم عشان نقدر نستخدمه تاني في نفس الصفحة بتاعة الكود. احنا عشان نحفظ الاسم دوت لازمنا حاجة اسمها variable او متغير. الفاريبل دوت اعتبره ان هو صندوق بنحط جواه الحاجة وبنسميه اسم معين، عشان بعد كده لما تبص عليه تعرف الفاريبل ده جواه ايه بالظبط. انا هعمل فاريبل اسمه نيم عشان ابقى عارف ان الفاريبل دوت في النيم بتاع اليوزر. هكتب في اول السطر هنا نيم مسافه يساوي مسافه. دلوقتي النيم بيساوي الانبوت اللي احنا عملناه، فاحنا لما الكمبيوتر يسال وات از يور نيم، النيم اللي احنا هنكتبه له في الكونسول هيبقى محفوظ في الفاريبل دوت. الفاريبل دوت مش لازم نسميه نيم، ممكن نسميه حاجه تانية، ممكن نسميه يوزر، مفيش اي مشكله. اي حاجه هنسميها له هتكون محفوظه بنفس الاسم، بس لازم تسمي اسم تكون انت عارفه كويس عشان بعد كده لو انت بتكتب برنامج طويل تبقى عارف بالظبط كل فاريبل عباره عن ايه بالظبط، موجود جواه ايه. فاحنا دلوقتي عندنا فاريبل اسمه يوزر. هنعمل رن وهنشوف كمبيوتر سأل تاني وات از يور نيم، هكتب محمود، هضغط انتر، البرنامج خلص تاني وما حصلش اي حاجه، ما طبعش الاسم بتاعنا. لازم تفهم ان انت البرنامج اللي انت بتكتبه الكمبيوتر مش هيعمل اي حاجه من دماغه، لازم كل حاجه تقولها له بالتفصيل. الكمبيوتر مش هيفهمك الا عن طريق الكود، كل حاجه لازم تكتبها بالتفصيل الممل. احنا دلوقتي كل اللي احنا عملناه ان احنا خلينا الكمبيوتر يسأل المستخدم عن اسمه، وبعد ما
المستخدم كتب اسمه في الكونسول، الكمبيوتر حفظه في الفاريبل اللي اسمه يوزر. احنا دلوقتي عايزين نقول للكمبيوتر اطبع الفاريبل اللي اسمه يوزر. بعد ما نقف في نهايه السطر هنضغط انتر وهنكتب برنت قوس كوتيشن مارك وهنكتب الفاريبل. دلوقتي احنا قلنا الكمبيوتر ياخد اسم اليوزر ويحفظه في الفاريبل اللي اسمه يوزر وبعد كده يعمل له برنت. هنضغط رن وهيشوف ايه اللي هيظهر قدامنا. بعد ما اضغط انتر الكمبيوتر عمل برنت، بس عمل برنت لكلمه يوزر، مش ده اللي انت قلت لي عليه. انا عارف مش ده اللي انا قلت لك عليه. انا قلت لك ان الكمبيوتر هيطبع الاسم بتاع اليوزر مش كلمه يوزر نفسها. انا عملت الخطا ده متعمد عشان تعرف بالظبط ان انت لو هتكتب اي فاريبل في البرنامج في اي مكان ما ينفعش ان انت تحطه بين كوتيشن ماركس. اي حاجه بتتحط بين كوتيشن ماركس معناها ان هي تكست عادي خالص. الكمبيوتر ما بيحاولش ان هو يفهمه، ما بيحاولش يشوف هو عباره عن ايه، بيعامله على انه تكست عادي. فعشان كده الكمبيوتر طبع لنا كلمه يوزر زي ما هي. فاحنا هنشيل كوتيشن ماركس. دلوقتي احنا كاتبين كلمه يوزر. يوزر ديت الكمبيوتر لما يجي يدور يعني ايه يوزر هيعرف ان هو فاريبل، واحنا كنا مخزنين فيه قبل كده الانبوت بتاع السؤال ده وات از يور نيم. هنعمل رن ونجرب البرنامج بتاعنا. هكتب محمود وانتر. دلوقتي الكمبيوتر طبع لنا الاسم اللي احنا كتبناه، واحنا لو كتبنا اي اسم تاني الكمبيوتر برضه هيطبعه. يعني انا هضغط رن وهكتب ابراهيم. الكمبيوتر بيكتب السؤال وبعد كده ياخد الاسم بتاع اليوزر ويسجله في الفاريبل ده، والفاريبل ده بيطبع عن طريق امر برنت في السطر اللي بعده على طول. ودلوقتي انا عايزك تكون فخور جدا ان احنا عملنا اول برنامج بلغه بايثون. انا عارف ان البرنامج سهل جدا وبسيط ومفيش برنامج في العالم الحقيقي بيعمل نفس اللي احنا عملناه دوت، بس مفيش حد بيبتدي كبير. ما ينفعش ان انت تكتب برنامج كبير دلوقتي، لازم تتدرج واحده واحده. مفيش حد بيطلع السلم مره واحده، لازم تبتدي من الاساسيات. وما تقلقش بعد كده هنعمل برامج معقده جدا ومش هتتخيل اصلا انت عملتها ازاي. الحاجات البسيطه اللي احنا بنعملها دلوقتي هي اللي هتوصلك للحاجات المعقده اللي بعد كده. ما تستعجلش، كل حاجه هتيجي في وقتها ان شاء الله. انا هكتفي بكده في الدرس دوت واشوفكم على خير ان شاء الله في الدرس الجاي.